السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير يا رب وصحة وسعادة. النهارده هنعمل وصفة أردنية بس جميلة جدا بجد، ما كنتش مصدقة ان هي تبقى بالحلاوة دي والطعامة دي لما جربتها، بس طلعت حكاية. هنعمل النهارده المقلوبة الأردني بالفراخ على الطريقة بتاعتهم الأصلية. هما بيعملوا المقلوبة بتاعتهم بالفراخ، ما بيعملوهاش باللحمة. تمام. فبنحتاج ايه لوصفة المقلوبة؟ بنحتاج فراخ وبدنجان كوبي، وبنحتاج اللي هو عندهم الزهرة اللي احنا بنقول عليها قرنبيط عندنا، بس المشكلة ان انا ما لقيتش قرنبيط، فهنعملها النهارده بالبدنجان بس القرنبيط في الوصفة او الزهرة في الوصفة ده اساسي. تمام، بس مش موجود، فان احنا مش هنلغي الوصفة عشانه، هنعمل الوصفة وهنشوفها تطلع معانا ازاي. تمام. عندي ايه؟ عندي فرخة غسلتها كويس قوي ونقعتها في ملح وخل وميه لمده ساعتين، وغسلتها رجعت غسلتها تاني قوي وظبطتها ونضفتها كويس جدا من اي دم، اي تجمعات دمويه فيها شلتها، اي حاجه ملهاش لازمه شلتها. وهنشوف هنقطعها ازاي مع بعض. هنسلقها عادي، وهنحتاج ليها هنا مش هحط طماطم سليمه، لا انا هحتاج هنا عصير طماطم عشان عايزه اغمق الشوربه شويه، بس عشان خاطر هتعرفوا ليه دلوقتي. وعندي بصل وعندي حبهان وعندي ورق لورا وعندي ملح وفلفل. تمام. هنقول بسم الله وهنشوف هنقطع معانا الفراخ ازاي وهنقطعها ازاي وهنقطعها لكام جزء، وهنشوف يعني هتطلع شكلها عامل ازاي معانا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب بقى الفرخه كده زي ما احنا شايفينها، احنا غسلناها ونقعناها وخليتها تتصفى، بس برضو لازم تنزل دم او لازم تنزل ميه. تمام. فانا عندي مناديل مطبخ هاخدها، وزي ما احنا شايفين كده ايه، هننشف اي ميه او اي حاجه منزلاها، هننشفها كويس قوي من جوه، هننشفها كويس قوي من جوه كده. تمام كده. بصوا شايفين انا غسلاها ومصفياها، بس برضو لازم تنزل، فكده لازم ننشفها كويس قوي عشان اي حاجه ننزلها ايه نشيلها معانا. واخد مناديل تانية ننشف كويس قوي، ننشف من جوه كده، اتاكد ان هي خلاص ايه مفيش فيها ميه. تمام بالشكل ده كده. ننشف ظهرها كويس قوي. تمام كده ايه، تمام قوي. خلاص نشوف بقى هنقطعها ازاي مع بعض. انا عندي الفرخه اهي، هقلبها كده على ظهرها. تمام. هقطع من هنا كده بالشكل ده. انا كان ممكن كنت قطعتها ووريتها لكم وهي متقطعه، بس انا قلت لازم برضو لان في ناس ما بتعرفش يعني ايه تقطع الفراخ، فهي تقطعها سهل جدا. تمام. ممكن اقطعها بقى 4 اجزاء او 6 اجزاء او 8 اجزاء زي ما انا حابه. تمام كده. نشيل اي حاجه، اي زيادات بنشيلها. نشف كده كويس قوي ونكمل. هقطع كده. انا جايبه فرخه كبيره، يعني جايبه فرخه 3 كيلو، انا هقطعها ل 8 اجزاء او 8 منابات. كده قطعتها نصين كده. دي عند الصدور. هقطعها ايه بقى، همسكها كده اقطع الصدر على ايه، على جزئين. تمام. اوسع لنفسي كده، امسكها كده وايه واقطعها بالشكل ده. تمام كده. اللي حابب يشيل الجلد بتاع الفراخ يشيله، بس انا بصراحه بحبه يعني ايه بيظبط الشوربه. تمام. هنقطعها ايه كده جزئين بالشكل ده، وياخد الجزء التاني اقطعه. تمام. هنقطع بقى الوراك، هاخد الدبابيس الاول كده بالشكل ده كده، واقطع التانية. تمام كده. هقطع بقى دي جزئين كده.
عندي بالشكل ده. تمام تمام كده. يبقى انا قطعت كده الفرخه ل8 اجزاء. هشطفها برضو تاني تحت الميه بعد التقطيع، وهنيجي نشوف هنعمل ايه. يلا مع بعض. كده غسلنا الفراخ بعد ما قطعناها بالشكل ده، وعندي الميه بتغلي على النار. عندي حله فيها ميه، هنزل فيها بقى ايه، هنزل فيها عصير الطماطم. هنقول بعدين احنا ليه مزودين عصير الطماطم. تمام. وعندي البصل، الحبهان واللورا، وشويه فلفل اسود. تمام كده. وبعدين هنزل بالفراخ. بسم الله كده. خلاص احنا كده حطينا الفراخ على النار، هنسيبها بقى تستوي ونشوف ايه هنعمل ايه تاني في وصفتنا. يلا بينا. تمام. احنا كده بقى هنقطع بقى الباذنجان على الفراخ ما تستوي. الفراخ مش هنخليها تستوي سوا كامل، الفراخ هسويها 3/4 سوا عشان هتكمل بقيه سواها في الرز. تمام. ده هنشوفه بعد ايه ما هتستوي، هوريكم هتبقى عامله ازاي. دلوقتي هنقطع الباذنجان عندي وهقليه لحد الفراخ ايه ما تستوي. يلا بينا. بسم الله. بالشكل ده اقطعه بالطول كده، ويكون سميك ما يكونش تقطيعه رفيعه. تمام. انا كده قطعت الباذنجان عندي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، يبقى بالطول بالشكل ده كده. تمام. عشان لما ارصه في الحله يبقى ايه، يبقى كويس معايا، والسمك بتاعه يكون حلو ما يكونش رقيق قوي. خلاص انا هقليه دلوقتي واشوف يبقى عامل عندي ازاي. كده خلصنا كده خلاص. عملت انا حمرت الفراخ بعد ما استوت 3/4 سوا، مش سوا كامل زي ما قلنا عشان هتكمل سواها مع الرز. وماشي. وهنا قليت البدنجان، وده عندي ايه، رز مغسول. هعمل ايه، هجيب حله بالشكل ده كده، وهرص فيها في جناب الحله البدنجان كده بالشكل ده كده. هوقفه بالشكل ده كده جنب بعض كده. حلقات البدنجان هرصها. تمام بالشكل ده. باينه معاكم كويس. تمام. لحد ما اخلص الجناب كلها عاملاها ايه، بدنجان. تمام كده خلصنا. رصينا الجناب بتاعه الحله كده بالبدنجان زي ما احنا شايفين. تمام كده. هحط في ارضيه الحله الفراخ. تمام. هنزل الارضيه كده بالفراخ. الفراخ محمرينها وجميله ازاي. بصوا بتك عليها، يعني مش بتتهرى مني، يعني لسه محتفظه ايه، ماسكه نفسها، عشان لما تاخد تكمل سواها في الرز فهتبقى معايا بقى ايه، مستويه وهتبقى زي الزبده. بس انا عايزاها بالشكل ده. هنحطها كده في ارضيه الحله. تمام كده بالشكل ده. ماشي. انا مش هحطها كلها عشان الحله عندي صغيره، هعمل ايه في حله كمان. تمام بالشكل اللي احنا شايفينه كده. هنزل بقى دلوقتي بجزء برضو من البدنجان كده على الفراخ بالشكل ده كده اللي احنا شايفينه. تمام. تمام. انزل بقى بالرز المغسول اللي عندي. تكون الشوربه بتغلي يا جماعه، ما ينفعش احط الشوربه بارده عشان الرز ما يبوش ايه مني. كده تمام. انا حطيت الرز عندي. هحط بقى الشوربه او المرقه بتاعه الفراخ على الرز، يا دوب تغطي الرز، ما تبقاش كتير قوي عشان الرز ما يعجنش معايا. تمام كده. بسم الله. وانزل كده بالمرقه. ممكن استغنى عن الكبش خالص وانزل بالحله. بسم الله. بس كده. ههز الحله هزه خفيفه قوي عشان بس ايه، الشوربه تبقى واصله لتحت بالرز من تحت.
بس كده جاهز عندي التاني خالص. هغطيها بقى واحطها على النار ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. يلا بينا. هتورينا نعمل. يلا بقى نشوف كده المقلوبه معانا بقى عامله ازاي واستوت ولا ايه. بس شايفين جميله قوي والرز استوى جدا وبقى خطير جدا. يلا بينا نقلبها بقى ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. خلاص كده المقلوبه عملناها، خلاص قلبناها معانا بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جميله قوي، شايفين عامله ازاي؟ جميله بجد قوي. هو اللي كان ناقص معانا القرنبيط، بس هي طالعه حكايه والله بجد يا جماعه، طالعه جميله قوي. شايفين البتنجان عامل ازاي؟ دي المرقه بتاعتنا او الشوربه بتاعتنا. بتمنى تجربوها وبتمنى تعجبكم بجد والله يا جماعه. طعمها حكايه ودايبه، والفراخ دايبه ومستويه وجميله جدا. طعمها هيعجبكم جدا بجد. بتمنى تجربوها وبتمنى الوصفه تعجبكم. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.